الفيلم كيبدا في افغانستان مع فرقه ديال المهندسين العسكريين غاديين يصلحوا واحد القافله وحلاش. واحد من العسكر نزل معصب وكيسول شكون هذا الحمار اللي تسبب في هذا العطاب. هنا بان باللي القائد ديال الفرقه هو خوه الكبير. خوه الكبير شرح ليه المشكل بذكاء، قال ليه المحرك كيسخن بزاف وباش يحلوا المشكل داروا واحد الماده سدوا القواس ديال التبريد والضغط زاد حتى تفرقعات الرادياتور وبداو كيضحكوا وضاربين الدنيا بركله. المهم صالير دايز في راس الشهر. الاخ صغير قال لخوه ما كرهناش نكونوا دابا في القوات ديال النخبه الرينجر، وراه واحد الوشام دايرينو في يديهم بجوج فيه حروف كتعني ممنوع الاستسلام. الاخ الكبير جاوبو قال لي انا راه شرفت وهاد الاختبار غيخرجوا منا الزيت الكحله، ولكن الصغير بقى كيطمع فيه حتى وافق يغامر معاه ويدوزوا الاختبار. يلا بغاو يتحركوا وهجموا عليهم مقاتلي طالبان من كل جهه، ناضت قرطاس والروينه وبزاف ديال العسكر ماتوا تما. الاخ الكبير تضرب في الركبه ديالو اصابه خايبه وبقى كيجر في راسو وكيزحف باش يحاول يعتق الاخ ديالو الصغير. داز عامين الاخ الكبير قرر يرجع يحقق الحلم ديال خوه، مشى لواحد القاعده عسكريه باش يدوز الاختبار. تما المدربين كيغوتوا وكيحيدوا لهم حوايجهم كاع داكشي اللي جايبين معاهم. قالوا لهم من دابا ما عندكم لا سميات لا والو، عندكم غير نوامر. الاخ الكبير عطاو النمره ديال ايتشيوان، شافوا الملف ديالو ولقاو باللي هذه هي المحاوله الاخيره ليه حيت قرب يفوت السن القانوني. المدرب الكبير قال لهم هذا الاختبار فيه 8 ديال السيمانات ديال العذاب واللي بقى فيكم حي حتى الاخر غيدوز مارش الموش اللي فيه 24 ساعه ديال المشي بلا راحه. التدريبات زادت حماضت والمدربين باغيين غير فين يغلط شي واحد باش يخرجوه. البطل ديالنا النمره 81 بقى صابر وداخل سوق راسو، كان كيهرب من اي دور ديال القياده ومركز غير على حاجه وحده هي يكمل التمارين اللي كيتعطاو ليه. واحد المره فاش كانوا كيتدربوا على القرطاس المدربين سولوهم شكون فيكم فايت ليه شاف الحرب ديال بصح. 81 جاوبهم وقال لهم باللي راه كان في الفرقه القتاليه في الحرب في افغانستان. من ديك اللحظه النظرات ديال كاع العسكر تبدلات، بدات كدور الهضره بلي هاد السيد راه بطل. هز خو اللي كان مضروب ومشى به كيلومترات لدرجه خدع على وسام نجمه الفضيه ديال الشجاعه. في نفس الوقت الاخبار بدات كتهضر باللي وكاله ديال ناسا لقات شي جسم غريب جاي من الفضاء ودخل المجموعه الشمسيه. العلماء قالوا باللي غادي يدوز قريب من الارض ولكن ما كاين حتى شي خطر. هادشي كان كيدوز في التلفازه وما غارقين في التمارين. سيمانات كيدوزوا وتماره كتزاد. فسولوا المدربين العسكر علاش جيتوا التدريبات القاصحه. كلشي بدا كيهضر على النخبه وكلشي باغي يطلع قراد، كل واحد عنده هدف. الا ايشيوان جاوبهم جواب واحد وبسيط، قال لهم الهدف ديالي هو نوصل لخط النهايه. في السيمانه السادسه بقاو غير وحدين قلال. واحد المره في الامتحان ديال الصبر تحت الماء ايتيوان زاير على راسو بزاف لدرجات بقى تحت الماء حتى سخف فقد الوعي، واضطروا المدربين يجروه من البيسين بزز. المدربين الكبار شيريدان وطوريس عيطوا عليه باش يعرفوا مالو. تقارير كتقول بلي هاد السيد ما كينعش، معزول على الفرقه ورافض يولي الشاف. شيريدان حذره وقال ليه بلي داكشي اللي عشيه في افغانستان راه يهرس اي راجل ومن الاحسن نسحب لك دابا. ايتيوان رفض ينسحب وقال لهم بلي خط النهايه هو الحاجه الوحيده اللي باقيه خليها عنده روح. في الاخير بقاو غير مجموعه صغيره اللي وصلت للمرحله الاخيره. التمرين الاخر كان هو محاكاه المهمه وراء خطوط العدو. خاصهم يلقاو واحد الطياره سريه طاحت ويفرقوها ويعتقوا الطيار اللي مشدود في واحد الدوار اللي قريب. المهمه فيها 24 ساعه ديال الوقت. العسكر هازين غير القرطاس خاوي ديال التدريب والمدربين دايرين لهم كمائن في الطريق باش يتكرفصوا عليهم. راديو كاين غير واحد وإلا ما وصلوش لخط النهايه في الوقت كلشي كيمشي في الزيرو. المفاجاه هي انهم بزوا على النمره 81 يولي هو الشاف ديال الفرقه، وهاد المره ما قدرش يرفض. الوقت بدا كيتحسب والهليكوبتيرات هزاتهم ولاحتهم وسط جبال بعاد. 81 خدم المكانه ديال 24 ساعه وبدا كيقود الدراري وسط الغابات وطلعات صعيبه. كانوا كيتمشاو وراد ديال البال حيت عارفين المدربين يقدروا يخرجوا ليهم في اي وقت. فاش طاح الليل ارتاحوا شويه وصيفطوا التقارير بالراديو، ومع الصباح وصلوا واحد البلاصه ديال الحطام ديال الطياره. المنظر كان كيبان حقيقي بزاف لدرجه الدراري صحاب ليهم صافي المهمه سالاش. البطل النمره 81 بقى راد البال ووزع العسكر في كاع الجوايه وعطى الامر لاصحاب المتفجرات باش يبداو يلغموا الطياره. وهما كيوجدوا القنابل بدات شي تفاصيل في شكل كتبان الاحداثيات ماشي هي هذيك. البوصله بدات كتحماق والراديو ما بقاش كيخرج الصوت والسينيال بدا كيمشي. الدراري صحاب ليهم هذا روينه غير جزء من التدريب باش يصعبوا عليهم المأموريه وكملوا خدمتهم عادي بحال شي حاجه ما طراش. يلا بغاو يفرقعوا الطياره. النمره 81 بالي واحد شعاع ديال الضوء مخبي وسط الشجر بعيد شويه، مشى كيتسلل باش يقلب وتماك لقى الصدمه. لقى الطياره الحقيقيه اللي طاحت وعرف بلي ديك الطياره اللي الدراري كيسحاب لهم هي الهدف هي الا فخ او شي حاجه اخرى ما عارفيناش. قبل ما يرجع 81 يخبرهم القنابل تفرقعات. الانفجار ما دار والو لديك المركبه وبالعكس بدات كتحرك وناضت من الارض بشكل غريب. هاد المركبه العجيبه بدات كتشعل باضواء ديال الاحمر وبدات كدير سكان للعسكر باشعه مجهده، ومباشره
مباشره بدات كتشيري فيهم بالقرطاس وصفات بزاف منهم في البلاصه. الدراري اللي بقاو حيين هربوا وسط الشجر والتدريبات تحولات الحرب الحقيقيه وسط الجبال. الفرقه بدات هاربه حتى لواحد اللحظه واحد الانفجار لاحهم كاملين من فوق واحد الجرف وبقاو كيتكركبوا حتى لتحت. فاش فاقوا لقاو باللي شحال من واحد فيهم مات والاخرين مضروبين ضربات خايبه. ايتشيوان قلب على الراديو ولقى تفرقع حدا واحد صاحبو اللي مات. دابا ولاو معزولين بلا راديو والقرطاس الخاوي اللي عندهم ما كيدير والو ضد ديك المركبه بقات تابعه ليهم الاثار وسط الجبال وهما كيحاولوا يهبطوا واحد الجرف اخر بالحبال. لقاتهم وعاودات تيراش فيهم بالقرطاس وقتلاش منهم وحدين اخرين. بقاو غاديين ومهلوكين والجرحى وسط الغابه وكيحاولوا يعتقوا غير راسهم. المهم هما مرتاحين شويه. نمره 15 قال بلي هذا السلاح يقدر يكون شي تجربه سريه ديال الجيش، ولكن واحد اخر رفض هاد الهضره وقال بلي الجيش ما يمكنش يجرب هاد الشيء فولادو. هنا ايتشيوان كشف لهم السر اللي لقى. الاحداثيات كانت غلط حيت داك المركبه دايره واحد المجال مغناطيسي قوي كيخسر البوصله وكاع الاجهزه. من بعد ما عرفوا بلي ديك المركبه دايره مجال مغناطيسي خسر لهم البوصله وكاع الماتيريال، ولا الامل الوحيد ديالهم هو يوصلوا لواحد المركز عسكري كاين حدا واحد الدوار بعيد بزاف. بدات الرحله طويله وسط الجبال وهما مهلوكين. وصلوا لواحد الواد الكبير والمجرى ديالو قوي بزاف وما يمكنش يقطعوا منه عومان. تما صاوبوا واحد الحبل وبداو كيقطعوا بحال الزيب لاين اللي ما عرفاش هي اللي كتكون فري فاير وكتقطع من بلاصه لبلاصه. المهم ايتشيوان داز هو الاول وزير الحبل في الجهه الاخرى، ولكن يلا بداو الاخرين كيقطعوا حتى بان لهم الوحش الحديدي. عاوتاني بدا كيتيري فيهم بالقرطاس وشحال من عسكري طاح في الواد وداه الواد. ناجي اللي بقاو قدام الواد حتى تلاحوا من فوق الشلال تما جراهم من الماء. واحد الجندي صحاب لهم باللي راه مات في الهجوم الاول. هاد الجندي شرح لهم باللي الواد جابو حتى لهنا وقبل ما يلقاهم لقى معلومات كتقول باللي هاد التدريب في الاصل كان تمرين عادي فيه غير فرافر والمتفجرات ديال الضحك، ولكن شي حاجه خرجات على السيطره. كملوا طريقهم جهه المركز العسكري، ولكن فاش وصلوا كانت واحد الصدمه. الدوار كله محروق ومفرقع والبني كله رايب والرادار ديال الاتصال حتى هو طايح. تما فهموا باللي ديك المركبه هجمات على القاعده هي الاولى. عاد بدات كتبعهم واحد بواحد. وسط الروينه لقاو واحد المدربين باقي كيصارعوا الحياه، ولكن مات قبل ما يشرح لهم شنو واقع. ايتشيوان عطى الامر الدراري باش يوجدوا واحد الكاميو عسكري لقاو تما باش يهربوا من البلاصه ويعلموا باقي الجيش بهاد المصيبه. غير طلعوا بداو كيديماريو وهي تخرج لهم المركبه بدات كتلوح عليهم القنابل المتفجره. الشيفور ورك على الكسيلاشور ودخل وسط الغابه باقصى سرعه وهما كيحاولوا يهربوا بالارواح ديالهم. واحد اللحظه غبرات عليهم المركبه، صحاب لهم باللي راه فلتوا منا، ولكن الفرحه ما كملاتش. المركبه تلاحت عليهم من فوق واحد الجبل وطاحت قدامهم نيشان في الطريق. الهجوم كان عنيف ودقدقات ليهم الكاميو وقتلات بزاف ديال الدراري. البطل ديالنا ايتشيوان باش يسكت المركبه بدا كيضرب بالقرطاس في واحد الحجر اللي فوق منها. دار واحد الانهيار صغير غطى ديك المركبه بالحجر والتراب، ولكن في ديك اللحظه الكاميو تقلب وتفرقع والناجين تلاحوا مشتين وسط الجبل. فاش فاق ايتشيوان بدا كيتمشى وسط ديك الروينه وهو دايخ. داز على الجوشات ديال صحابو حتى لقى النمره 7 باقي حي ولكن مضروب ضربه خايبه. حداهم شاب اللي المركبه تهرس ليها النص، ولكن النص اللي باقي خدام كيصيفط الصينيال جهه الفضاء وبدا كيزحف جيشو معاوتاني. في ديك اللحظه العيا والحزن غلبوا البطل ديالنا ايتشيوان. المكانه ديالو بدات كتصوني باللي سالات 24 ساعه. الخط النهائي اللي كان كيحلم يوصل ليه طار في مره، والاول مره ايتشيوان نهار وبدا كيبكي. النمره 7 قال ايتشيوان باللي عرفو من النهار الاول، قال لي باللي شحال هادي كان كيتدرب مع خوه الصغير وكان ديما كيعاود لي على الحلم ديالكم بجوج باش توليو رينجرز وعلى الوشام ديال ما تستسلمش. هنا ايتشيوان واجه الحقيقه اللي كان هارب منها. هو راه ما قدرش يعتق خوه، طاح بالصخفه وبقى ليه 30 متر على القاعده وفاق في السبيطار ولقى الاخ ديالو مات. وداك الوسام اللي عطاوه كان ديما كيفكروا غير بالفشل ديالو. النمره 7 فكروا باللي واخا هادشي كلشي اللي وقع راه باللي عمرو ما حبس القتال وحتى دابا راه مازال كيحاول يكمل المهمه. ايتشيوان شاف المركبه وهي جايه وبانت ليه واحد العيبه. هاد المركبه اللي هي عباره على وحش عندها فتحات ديال التبريد كتخرج منها السخونيه. تما تفكر الدرس اللي شرح ليه الاخ ديالو في الاول على الموتور اللي كيسخن الا تسدوا ليه الفتحات ديالو. دار خطه انتحاريه يا الموت يا الحياه. خبى النمره 7 وسط الشجر وهبط لواحد الكريان في واحد الماكينه كبيره اللي كطحن الحجر. جمع المتفجرات اللي بقاو وديمارا ديك الماكينه وبقى كيتسنى. فاش شاف المركبه الفضائيه قربات من النمره 7 ايتشيوان ضرب في السماء باش يجر المركبه لعنده. فرقع الجنب ديال الجبل وطاحت المركبه وسط الكريان. تما طلع ايتشيوان في واحد تراكس وبدا كيدفع في ديك المركبه حتى لصق مع الماكينه اللي كتهرس الحجر وتفرقع فوق منها الردم والحجر. الحجر سد ليهم على كاع الفتحات ديال التبريد ومع السخونيه ما لقات فين تخرج. المركبه تفرقعات لداخل ولات مشتته. صباح طلع والشعب ساش. ايتشيوان هو مهلوك ومجروح هز صحيبو 7 فوق كتافو وقطع به اخر مسافه في
في الجبل حتى وصل للقاعده ديال الرينجر. فاش قطع خط النهايه المدربين شيريدان وطوريس بقاو كيشوفوا فيهم مصدومين، وفي نفس الوقت الهليكوبترات هزوا داك الاجزاء ديال المركبه اللي دكدكات. المدرب شرح لايشيوان بلي هاد المركبات هجموا على بزاف ديال القواعد والمدن. داك النايزك اللي شافوا في الاول تشتت الالاف ديال الكبسولات فاش دخل الغلاف الجوي، وكل وحده لاحت وحش حقيقي في قنت. العالم كامل دابا مرون وكلشي كيوجد للدفاع. فسولو شيريدان قال لي كيفاش قدرتي تفرقعها وانت ما عندك لا سلاح لا والو. شرح ليه ايشيوان باللي السر هو فتحات ديال التبريد، وإلا تسدو الماكينه كتفرقع بوحديتها. المدرب عرف باللي هاد المعلومه هي اللي غتعتق البشريه وصيفط كاع الوحدات العسكريه. بسبب الشجاعه ديالو المدرب رقى ايشيوان لدرجه رينجر في البلاصه، وبدات عمليه الدرع العالمي، والوحدات بداو كيتحركوا للمدن باش يعتقوا الناس. قبل ما يطيروا المدرب طلب من ايشيوان يهضر مع العسكر حيت هو اللي يقدر يوقف المركبه بلا سلاح. ايشيوان قال لهم كلمه واحده: واخا تكونوا مهلوكين ومجروحين الاستسلام ممنوع. هذا الوعد هو اللي خلاه يكمل المهمه. ركبوا في الطيارات وطلعوا للسما باش يواجهوا هاد الروينه. فاش شاف كان كيعيط على سميات في الطياره وصل للنمره ايشيوان وقف، حيت تما عرف باللي ما عمره ما عرف السميه الحقيقيه ديال هاد البطل. حتى لهنايا غنكونوا سالينا القصه ديالنا. اللي عجباتك ما تنساش لايك كومنت متابعه باش يبقى يوصلك كل فيديو كنحطو جديد. هادي انستغرام ديالي، نشوفكم فيديو جديد. تهلاو.